اسألني. طبعا النهارده انتوا هتسألوني أسئلة انتوا بعتوها لي وهنجاوب عليها، ومعانا طبعا اخويا محمود، بس هو مكسوف شوية. هو دلوقتي هو اللي هيسألني الأسئلة اللي انتوا بعتوها. هنبدأ في فقرة الأسئلة. اتفضل. ايه اللي ألهمك ان انت تختار المحتوى الهادف ده؟ سؤال حلو الصراحة، مش عارف مين يسأل، بس يعني تسلم. انا لما كنت مثلا كنت يوتيوبر، كنت بفتح اي قناة بعمل جيمنج بعمل اي حاجة، ما شفتش يعني كان في تطور، كان في حاجات بس ما لقيتش نفسي ان انا بستفاد حاجه. لكن انا لما عملت المحتوى ده، ويعني في ناس دعمتني كتير ان اعمله، لقيت في تطور، في لايكات، وفي يعني ناس مهتمه. مش يعني المحتوى اللي كنت بعمله، يعني في ناس بتعمل محتوى مش هادف وبتنجح، بس انا هعمل محتوى هادف وهنجح. ايه الرسالة الأساسية اللي يعني بتحاول توصلها للناس في قناتك؟ هي مش رسالة واحدة. أولا يعني أنا مثلا لو أنا بكلمك عن موضوع، هكلم يعني مثلا بكلمك ازاي يعني تطور ذاتك، ده أهم حاجة. أنا بكلمك هنا في القناة دي عن كذا موضوع مهم ليك مش ليا. أنا كواحد متعلم وخبير، أنا بقول لك مش خبير أهو قدامك، بس أنا من خبرتي بحاول أفهمك وأفهم نفسي برضو، اللي إحنا الاتنين مع بعض نستفاد الكلمة وعلى طول نطبقها على طول. مش تقعد تتفرج وتقول خلاص أنا هعمل كده بكرة ومش بكرة. تبدأ دلوقتي وأنت تعمل الحركة دي عشان تتطور ونتطور مع بعض يا صاحبي. والسؤال اللي بعده، بتحس إن المحتوى الهادف بيبقى دعم كافي من الجمهور؟ هو مش مهم الدعم، بس يعني لو انت حاولت تثبت وجودك تسلم. يعني مثلا تعليق اكتر حاجه بتفرحني الصراحه. آم، يعني لايكك، يعني الشير بتاعك، مشاهدات. مش مهم المشاهدات، انا مهم ان انا بوصل رسالتي للناس. يعني حتى لو انا يعني بعد الشر يعني مش موجود ولا حاجه، الناس تفتكرني. اصل حسين كان بيعمل محتوى ومش بيعمل محتوى، انا ده اهم حاجه انهم الناس يفتكروني. الناس كانوا بيقولوا ان حسين كان بيقدم رساله حلوه. بس السؤال اللي بعده، لايكات واشتراكات كتير ولا ناس تتأثر كتير؟ هو سؤال صعب الصراحة. يعني لو الناس اتأثرت أكتر أنا هستفاد أكتر. يعني مش مهم الاشتراكات، مش مهم اللايكات، الناس تستفاد مني. يا الناس تستفاد مني، تقول أنا اتطورت على إيدك، مش عارف إيه، أنا أكبر منك واستفدت منك. دي حاجة أقسم بالله بتفرحني. في ناس فعلا أكبر مني بتستفاد مني لحد دلوقتي، وأنا الحمد لله. السؤال اللي بعده، تقعد قد ايه عشان تعمل فيديو واحد؟ هو مش وقت معين. مثلا لو المونتاج طول بحسه يومين، لكن انا لو انا عايز اكمل وعايز اعمل، هعملها في ساعتها وهعملها في يوميها وهعملها في نفس الساعة. يعني مثلا انا صورت في الساعة دي، الخمس دقايق اللي بعد الساعة دي هعمل الفيديو. والله لا عامله، بعمله. حتى لو انا مش فيش حد طالب، انا عايز استمر وان شاء الله هنجح. السؤال اللي بعده، ازاي تتعامل مع التعليقات السلبية او النقد؟ هو لحد دلوقتي انا ما قابلتش نقد ولا تعليقات سلبية، عشان انا بقدم محتوى هادف، ولو قابلني مش هرد. السؤال اللي بعده، هل تعمل يعني بتشتغل لوحدك ولا في حد بيساعدك؟ هو حاليا لا، بس انا كان معايا ناس يعني محترمة كانت بتعمل لي سام نيلز، بتعمل لي مونتاج، بتعمل لي، يعني بحب اشكرهم جدا. هو لحد دلوقتي يعني عندهم شغل وتعبانين وكده، ويعني ادعوا لهم يعني الدنيا تمشي معاهم. يعني انا كنت متشكر ليهم، ناس صحابي ويعني حبايبي بجد، كانوا بيساعدوني في بدايتي، كانوا بيمنتجوني الفيديوهات، بيعملوا صمنيل، يعني بيساعدوني، يعني مش سايبيني. بس انا بحب بوجه لهم رسالة شكر ليهم، يعني ان هم كانوا واقفين جنبي. ودلوقتي انا هقف جنبكم وهدعي لكم ان انتوا يعني الفترة دي تعدي معاكم، وحتى بيكم من غيركم انا برضو شغال. انا مش هقف، انا هكمل. السؤال اللي بعده، مين اللي بيدعمك اذا كان ولد او بنت؟ والله لو كان زمان كنت هعرف اجاوب، بس دلوقتي هو مش معين. مثلا لو ولد، في ناس كتير بتدعمني كأولاد، يعني مثلا صحابي. ممكن اقول اسماء يعني. مش هقول يعني اسماء، بس انا ممكن انطق يعني 5 اشخاص كانوا بيدعموني يعني في المحتوى. اولا
عمر عادل من احسن الناس اللي يعني اللي بتعمل محتوى، ويعني بتعلم منها وهو بيتعلم مني وكلنا مستفيد مع بعض. ومحمد، واحد اسمه محمد هوريلكوا يعني صورة انا هو لو عايز يعني أعمله. واخويا طبعا عنده كده يعني. آه، عمي من الناس اللي يعني مقدر المحتوى يكمل وبينصحني نصايح حلوة. خامس شخص، واحد صاحبي اسمه مالك، يعني من الناس اللي كان يعني في المحتوى لسه ما اتشهرش وكده، بس كان قبل ما نعمل اي حاجه كان معايا، ويعني دايسين مع بعض اللي احنا هنعمل المحتوى ده، وكان بيساعدني في الثمنيل وبيساعدني في حاجات كتير. بس وبنت يعني، وما فيش اصلا بنات يعني، فالبنت اللي بتنامني ممكن امي، خالتي، بس كأكتر يعني ناس بتنامني خالتي طبعا عشان هي عندها قناة يوتيوب فزي زيها. ف والله ممتن يعني السبورت بتاعتك وتسلمي، وهو قلب منك. في التعليقات، في اول تعليق هحط يعني رابط القناه بتاعتها، يعني دعموها لايكات يا جدعان، وقولوا من طرفي ومن طرف حسين كده يعني شرفوني قدام خالتي. وناس صحابي كده يعني زمايلي في المدرسه بنات، يعني بحب يعني ادعمهم وما يدعموني. يعني ناس ما مش هجيب سيرة حد، بس أنا يعني كلهم والله ممتن ليهم، شكرا ليهم على دعمهم كلهم. كلكم كده. والأخص المعلمين يعني، المعلمين سواء كانوا شباب أو بنات، من ناس محترمة جدا وبيدعموني يعني. هم أصلا اللي خلونا أكمل في المحتوى ده، سواء كان مدرس أو مدرس. السؤال اللي بعده: هل في شخصية أثرت فيك وفي حياتك ساهمت إن أنت تغير أفكارك؟ يعني شخصية أثرت فيا، سؤال مش واضح قوي، بس يعني شخصية مفيش. يعني مثلا لو شخصية بتأثر عليا إن أنا أكمل يعني ما استسلمش خالص، عمكم وعم عيالكم كريستيانو رونالدو مفيش زيه يعني. يعني من أكتر يعني الناس اللي يعني شايفهم كرول موديل يعني أكتر يعني، كان سواء كورة أو يعني عقلية. السؤال اللي بعده: لو في مشكلة حصلت لك هتشكي لمين؟ يعني كواحد يعني بيحصل له مشاكل، مفيش يعني واحد في العالم ما بيحصلوش مشاكل فبيروح يفضفض لحد. انا كمثلا لو حصل لي مشكله يعني كنت بفضفض لناس كتير يعني، كنت بثق فيهم يعني ناس كده، بس حاليا والله ما فاكر. يعني دلوقتي انا لو حصلت لي مشكله هشكي لمين؟ بس انا مفيش يعني عائلتي مثلا، ممكن امي، ممكن اختي، ممكن ابويا كده يعني، عمي. بس السؤال اللي بعده: ايه الحلم الأكبر اللي يعني تسعى في تحقيقه بعد اليوتيوب؟ يعني أشيل اليوتيوب خالص. مثلا حلم دلوقتي يعني في السنة دي، آه والله مفيش غير اليوتيوب. بس أنا كان ليا يعني أحلام كتير، ويعني في سكرين شوت هتبان لكم دلوقتي كل حاجة أنا كنت طالبها يعني، وفي يعني حاجات اتحققت منهم، في حاجات هتتحقق إن شاء الله. السؤال اللي بعده: هل قبل كده يعني حسيت بالغيرة من نجاح شخص؟ ويعني كيف يعني كيف واجهت ذلك؟ يعني مثلا حد نجح قدامي، اولا لو حد نجح صاحبي يعني نجح، هبارك له على النجاح اولا، ويعني انا مش هتغر ولا يعني كده، اقول له مبروك عليه. ولو انا هنجح ان شاء الله يعني هأمن بكده، وان شاء الله ان النجاح نمبر 1. من جديد، معلش بس التليفون وقع بس، وكان في مغامرة بس من شوية. كمل يا معلمي. مين
السؤال اللي بعده. لو دلوقتي ما تنزل، لو دلوقتي تليفونك وقع في ايد حد، هو لسه واقع. وقع في ايد حد وليك دقيقة بسرعة ان انت تمسح حاجة، هتمسح ايه؟ امسح الواتس. امسح الواتس. قولين يا جدعان السؤال اللي قبل الاخير. هل قبل كده سجلت فيديو ونسيت تفتح المايك؟ هو في فيديوهات، نص فيديوهات طبعا كلها كانت بصور وبعمل كده. بالظبط. والسؤال اللي بعده. لو جالك متابع وقال لك ايه فايدة الفيديو ده، ما كانش عندك جار، هتقول له ايه؟ اهو. السؤال الاخير. لو عملت تحدي بدون سوشيال ميديا اليوم كامل، كام دقيقة بتصمد؟ اليوم كله، الاسبوع كله، اقدر اعيش من غير السوشيال ميديا. ايه يعني السوشيال ميديا؟ ايه يا عم؟ ايه مين اسال السؤال ده اللي غلط؟ ده كان اخر سؤال معانا، ويا رب تكونوا يعني ضحكتوا معانا واستفدتوا في يعني الفيديو ده. استنى يا عم، في حد سأل اهو. في حد بيسأل النهارده يا جدعان؟ اسحب بسرعة. لو فتشنا سجل بحثك في جوجل، ايه أول حاجة ما تتمناش اللي احنا نشوفها؟ هو مفيش حاجة أصلا بحثتيها يعني كده يعني، بس يعني جوجل كله كريستيانو راح فين، كريستيانو 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 كله كده. ده كان نهاية الفيديو. أتمنى تكونوا استفدتوا، يعني استفدت يعني عرفتوا كل حاجة عني. ويعني لو ما لحقش يعني اكتب سؤال وما كتبش، إن شاء الله في فيديو جاي لما نوصل 200 مشترك خليكم تسألوني أسئلة وكتروا أسئلة كده. عايزين نولع. تمام. بس كان نهاية الفيديو. متنساش اللايك والاشتراك. وبس، سلام.